خد تعال، انا عارف ليه يومين غايب عنك. انت فاكرني هسيبك ولا ايه؟ ده انا محضر لك خبرين. الاول وحش والتاني حلو، بس التنين هيفاجئوك. عندنا الخبر الاولاني بيتكلم عن ضريبه الايفون زي ما قلنا. تقريبا الناس اللي الحلقه بتاع ضريبه الايفون عرفت ان الايفون ممكن يوصل سعره 3000 دولار. وما تعرفش الجديد يا نجم ان سعر الايفون ممكن يعدي 3000 دولار ولا 4000 دولار كمان، بسبب الضريبه الجديده اللي فرضها ترامب، واللي هي تقريبا 125% على الصين. والصين زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هي اللي بتورد الايفون لامريكا وفيها المصنع بتاع الايفونات. ولكن القرار الجديد اللي على الوطن العربي ان الضريبه هتوقف لمده 90 يوم وممكن تتلغي تماما على الوطن العربي ودول الوطن العربي كلها. هو ليه ترامب رفع الضريبه 125% على الصين؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. ترامب رفع الضريبه ل 125% على الصين لان الصين لما ترامب رفع عليها الضريبه ل 34%، راحت جايمه هي رفعها 34% على ترامب. فقام ترامب رفعها ل 125% عشان يأدي بالصين، ولغى الوطن العربي من الحوار لمده 90 يوم. وقرار ال 90 يوم ده ممكن الوطن العربي يتلغي من الضريبه تماما. وده خبر حلو علشان اللي عايز يشتري ايفونات في الثلاث شهور دول فتره السماح من الضريبه ممكن يشتريه في اسرع وقت. ولو عايز سعر اي ايفون ممكن تكتبه في التعليقات تحت وانا هرد عليك. سلام يا ريت. تابع عبد الله ريب عشان تعرف كل حاجه عن الايفونات. سلام.